قبل ما نبدأ اعمل لايك واشتراك. قصتنا اليوم عن أيمن بعد ما انتقل للجامعة كان سعيد وفرحان، بس أعطوه جامعة بعيدة عن المنطقة اللي يسكن فيها، وكان عليه يسكن في الإقامة الجامعية. بعد ما وصل للجامعة وصل الإقامة الجامعية سلموه مفتاح الغرفة الأولى في الطابق الثاني. كانت غرفة ضيقة. لما فتح الباب أيمن من اللحظة الأولى شم ريحة كريهة ملأت المكان، ربما بسبب عدم استخدام الغرفة لفترة طويلة أو تراكم الغبار. حاول أيمن يتجاهل الريحة الكريهة، لكنه لم يستطع النوم في تلك الليلة لأنه كان يشعر بالاختناق في الغرفة. في اليوم التالي اشترى مواد تنظيف وبدأ ينظف في الغرفة. نظف كل مكان في الغرفة بس الريحة الكريهة لسه فيه. فتح النوافذ وقال ربما الريحة الكريهة تأتي من الخارج مش من الداخل، ربما في مجاري صحية أسفل الإقامة أو شيء زي كذا. مرت بدأت أيام والرائحة لازالت في غرفة أيمن، وأيمن تعود على الريحة وصار يعمل عطر بشكل يومي حتى ما يشم الريحة الكريهة. وإحدى الأيام كان يحكي مع صديقه وقال لي يا أخي في ريحة كريهة في غرفتي وما أعرف من وين جاية، تعبت وأنا أحاول التخلص منها. قال صديقه بشكل مستغرب أنت في أي غرفة؟ قال أيمن الغرفة الأولى في الطابق الثاني. صديقه تغير وجهه وقال له أنت مجنون، كيف وافقت على هذه الغرفة؟ قال له أيمن إيش قصدك؟ رد صديقه كل واحد يسكن في هذه الغرفة يطلع منها بسرعة، في شيء غريب يصير في تلك الغرفة. ضحك أيمن أنت تمزح صح؟ تبغى تخوفني؟ لكن صديقه قال لا أنا ما أمزح، هذه الغرفة سمعت عنها قصص كثيرة. حاول أيمن يتجاهل الأفكار التي زرعها صديقه في عقله، لكن لم يستطع في تلك الليلة أن ينام. وبينما كان مستلقي في السرير يحاول النوم شعر بشيء غريب. الريحة صارت أقوى كأنها تأتي من تحت السرير. نهض ببطء أشعل مصباح الهاتف ثم انحنى ليرى تحت السرير لكن لم يرى ولا شيء. حاول أيمن إقناع نفسه أن عقله يلعب به. أطفأ المصباح حاول ينام، لكن مع أن أغمض عينيه سمع صوت همس أيمن. فتح عينيه على اتساعها لكن الغرفة كانت فارغة. حاول الاستماع أكثر لكن الصوت اختفى تماما، وأيمن نام تلك الليلة. في اليوم التالي كان أيمن يشعر بإرهاق بسبب قلة النوم، لكنه قرر يتجاهل وحاول يستمر. ومع ذلك كل ما اقترب الليل كانت الأجواء في الغرفة تصبح ثقيلة بشكل غريب. الرائحة تزداد سوء. بينما كان جالس على سريره رأى شيء في زاوية الغرفة كان يتحرك بشيء سريع، كأن شيء أسود يتسارع هكا. بدأ قلب أيمن يتسارع في الضغط وكان خايف كتير. قام من مكانه وأضاء الغرفة. فجأة ما شاف ولا شيء، ربما بسبب قلة النوم راح نام. صباح اليوم التالي ذهب أيمن إلى مكتب الإقامة ليطلب تغيير الغرفة، لكن الموظف هناك كان متوتر كتير وسأله أنت في أي غرفة؟ قال له الغرفة الأولى في الطابق الثاني. الموظف استغرب وقال له ما كان المفروض نعطوك دي الغرفة، لكن ما كان عندنا مكان تاني لهذا أعطيناك دي الغرفة. قال له أيمن ليش الغرفة شو فيها؟ قال له الغرفة دي صارت ملعونة من سنوات. قال له ملعونة؟ كيف ملعونة؟ تنهد الموظف وقال قبل 3 سنوات كان ساكن طالب في هذه الغرفة وفجأة اختفى وما لقيناه أبدا. قال له سألت الشرطة؟ قال الشرطة دورت عليه بس ما لقوا أثر ليه، حتى عائلته متحيرة عليه من ذاك اليوم. بدأ الخوف يسكن في أيمن. قال ليه غير لي الغرفة؟ قال له راح نغير لك الغرفة غدا، بس اليوم عليك أنك تنام في دي الغرفة. راح أيمن الغرفة وحاول ينام وكان يفكر في الشخص اللي اختفى. بينما كان جالس أيمن بدأ يسمع خبطات في الحيط، دق دق دق. بدأ الخوف يسيطر على أيمن. نهض أيمن من الغرفة، حمل حقيبته وخرج منها وراح ينام في الشارع. نام تلك الليلة في الشارع. وفي اليوم التالي انتقل لغرفة أخرى وظل اللغز المحير، ماذا حدث في الغرفة الأولى في الطابق الثاني من الإقامة؟ هذه قصة غير حقيقية أصدقائي، مجرد قصة أنا كتبتها. إن شاء الله تعجبكم. اعمل لايك واشتراك.